الحقيقة يعني احنا جالنا أعمال كتيرة جدا، فقط ال 180 عمل للأطفال من داخل مصر ومن خارج مصر أيضا ومن كل محافظات مصر في مستوى رفيع جدا اتقدم. وكنا احنا 3 محكمين كنا دائما بنتشاور مع بعض لغاية ما وصلنا إلى القائمة الطويلة ثم القائمة القصيرة. أعتقد أن دي يعني مسابقة مهمة جدا وبتضيف إلى أدب الأطفال على مستوى مصر ومستوى الوطن العربي. وكانت من ضمن التوصيات اللي احنا برضو أخذناها إن بالإضافة إلى الفائزين ال3 اللي هتطبع أعمالهم في برضو أعمال جيدة لم تحقق الفوز لسبب ما، ولكن احنا كنا بنقترح انها تطبع ايضا كنوع من انواع التواصل مع الكتاب. مسابقة 84 للأسف الشديد لم أكن مواكبا لها، ولكن أنا بعتقد أن هذه المسابقة الجديدة ولدت لتكون عملاقة، والدليل على كده كثرة الأعمال التي وردت إلينا، وفي المرات القادمة أعتقد أن العدد سوف يتضاعف. وعلينا إحنا بقى كلجان تحكيم أن نكون يعني أشد يعني في التدقيق في هذه الأعمال ليفوز فعلا المستحق، ولكن مع كثرة الإنتاج ومع كثرة المشاركات سوف نصل إلى الأفضل والأفضل بإذن الله.